السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل ميني دوناتس وهنعمله فيه جهاز 5 في 1 من نون. تمام كده. في جزء كده في الأول اتحذف من الفيديو، مش عارفة امتى بصراحة اتفاجئت بيه كده وانا بسجل. بس المهم هنحط 2 بيض وهنحط عليهم ظرف فانيليا ومعلقة صغيرة من الخل وكمان كوباية من السكر، وهنفضل نقلب فيها كويس جدا. ولما يختلطوا مع بعض هنبدأ ننزل عليهم بكوباية إلا ربع من الزيت، وهي الكوباية المعيارية اللي بستخدمها أو مج الشاي الكبير اللي موجود في كل بيت. تمام كده. هنقلب الخليط ده كله مع بعض. بعد ما نزلنا بالزيت هنحط برضو كوباية الا ربع لبن، يعني كوباية الا ربع زيت كوباية الا ربع لبن وكوباية سكر. وبعد كده هنكون محضرين كوبايتين من الدقيق ونخلينهم كويس جدا، وعليهم معلقة من البيكنج باودر وعليهم معلقة من النشا. لو ما عندكيش نشا في الكاسترد اللي هو مش بطعم حاجة اللي هو العادي، حط معلقة برضو. هو تقريبا الكاسترد يعني عبارة عن نشا برضو، فانا حطيت معلقة من الكاسترد بصراحة، وفي نفس الوقت هيديله لون حلو. تمام. هابدأ إن أنا أخلط ده كله كده مع بعضه، ومش هاسيب بقى ما فيش يخمر ولا أي حاجة، هي بنتعامل معاها معاملة الكيكة. نبتدي بقى نسيبها على جنب كده عقبال ما أشغل الجهاز وأسيبه يسخن كويس جدًا، وهنشوف برضه الجهاز بيشتغل إزاي وإيه النتيجة بتاعته. بُصّوا ده باوريكم ده كده سُمك الخليط. تمام. ممكن تتقّلوه سِنّة عن كده ممكن، بس كده بصراحة طالع هايش جدًا. دي تاني مرّة أستخدم فيها الجهاز، أنا استخدمته مرّة أول ما جِبته ودي تاني مرّة على طول. في لمبتين في الجهاز، واحدة حمرا وواحدة خضرا، الاتنين بيشتغلوا أول ما بتحطّي الفيشة. طبعًا الفيشة بتاعته ثلاثية، فأنتِ يكون جايبة مشترك بقى أو عندِك فيشة ثلاثية في البيت، لإن ده بضمان السيف. هو أنا جايباه من على جروب من السعودية. تمام كده. فهنبتدي بقى إن إحنا نركّب الوش بتاعه. هُم 5 وشوش، في الmini donuts وفي كمان الwaffle وفي السمبوسك أو التوست وفي الشواية الجريل. تمام كده. فهنبتدي بقى إن إحنا يعني كل ما أعمل حاجة هاورّيكم الحاجة بتاعتها في وقتها. تمام كده. هنخلّينا دلوقتي في الmini donuts. فأنا ركّبت الحتّة الكبيرة دي بتدخل في المَجرى، وبعد كده تدوسي تَكّة كده بتدخل في الجهاز عادي، بتركب عادي. أول ما تركّبيه تروحي حاطّة الفيشة ومشغّلة الجهاز، وطبعًا بتقفليه وبتشغّلي الجهاز. تمام. اللمبتين دول هينوّروا. أول ما اللمبة الخضرا ما تفصل اعرفي خلاص إن كده الجهاز سخن كويس جدًا، هتبتدي إن أنتِ تحطي فيه الحاجة بتاعتِك. اللمبتين كده منورين، أنا هاستنى لحد أمّا اللمبة الخضرا دي إن هي تفصل. أول ما تفصل هابتدي إن أنا أحط الحاجة اللي أنا هاعملها، أيًا كان إيه هاعمله في الجهاز. تمام. ميزة الجهاز ده اللمبة تفصل تعرفي إن خلاص لو الحاجة موجودة فيه تعرفي إن هي استوت تمامًا، خلاص تطلعيها. يعني بصراحة سهل جدًا وبسيط كل حاجة. فدلوقتي بقى هنبتدي كده نشوف اللمبة لمّا تفصل. أنا محضّرة معايا الmini donuts في الكيس الحلواني، بس بصراحة لقيته هو صعب شوية. بعد كده بقيت أستعمل المعلقة العادي بتاعة الشاي دي، أملاها كده وأحطها يا دوبك هي على قد العين بتاعة الmini donuts. الزبدة أحلى حاجة، أحلى من الزيت إن أنتِ تحطّي فيها تحطّيها في الجهاز يعني، علشان تساوي فيها الحاجة، بتطلّع اللون حلو عن الزيت. وأنتِ بتحطّيها مرّة واحدة وبتبدئي إن أنتِ تشتغلي عادي خالص، ما تحطّيش تاني. ممكن تحطّي مرّة في النُص كده وأنتِ بتعملي، يعني مش كل مرّة بتحطّي زبدة. أنا باحطّها مرّة في الأول وباستنى كده بعد 3، 4 مرّات أروح حاطّة إيه، مرّة كمان. تمام. بُصّوا الكيس ما بقيتش عارفة أتحكّم فيه نهائي، وعشان الخليط يعني مش ماسك نَفْسه أوي، فبينزل ما باعرفش أتحكّم فيه. فأنا بعد كده فكّرت إن أنا أحسن حاجة معلقة الشاي، هي مقدار معلقة الشاي كده بتمليها وبتحطّيها في قلب الكَّب بيطلع حلو. دلوقتي كده بيهدّر معايا، بيملى الكَّب زيادة عن اللازم، وهيطلع الmini donuts يعني فيه بقى من الجوانب زيادة من الجوانب كده. تمام. فكده بيهدّر معايا جامد جدًا. طبعًا لو وصلت بالفيديو لحد هنا ولسه ما حطيتش لايك، ممكن بقى اللايك ده عشان يوصل لناس كتير والقناة تكبر بيكم. هابتدي إن أنا أقفل الجهاز، هالاقي اللمبة الخضرا نوّرت تاني بعد ما فصلت في الأول. أول ما تنوّر هاستنى عليها لحد أمّا تفصل تاني. أول ما تفصل هابتدي إن أنا أفتح الجهاز وأطلّع منه الدوناتس بتاعي. طبعًا خلّينا متفقين إن الدوناتس المقلي غير الدوناتس المخبوز، ده طعم وده طعم. بس أنا باحس إن المخبوز أحلى، يعني
ما بيبقاش شارب زيت. بيبقى طعمه يعني المقلي بيبقى طعمه مدي على زلابية شوية، المخبوز مدي على كيكة شوية، بس كيكة ناعمة. عارفين الباوند كيك؟ هو زيه كده بالظبط. تحفة جدا بصراحة، وهو صغنن كده تاخديه على قطمة أو اتنين. بصوا بقى اللي بتكلم فيه، التهدير اللي حصل في الميني دوناتس ده، اتحط كتير من القرطاس بتاع الحلواني، فنزل كتير، ما قدرتش اتحكم فيه. ف طبعا الزيادات دي تعمل واحدة كمان، فهو ده التهدير اللي بتكلم فيه. فانتوا معلقة، اسهل حاجة معلقة من بتاعة الشاي دي، وتحطوها تملوها وتحطوها في قلب العين. عادي جدا. بُصّوا ما شاء الله طالع كده منفوخ وحلو وهشّي جدًا، يعني في طراوة فظيعة ما أقولكوش عليها. طبعًا الكمية اللي أنا عملتها دي اللي هي كوبايتين دقيق، عملوا حوالي، بُصّوا عملوا الكمية دي مطلّعين 70 واحدة ماشي. فال70 واحدة دول لمّا بتحطيهم في الشوكولاتة تزينيهم دلوقتي بالشوكولاتة زي ما هنشوف، بيطلعوا حوالي كيلو بالضبط، كيلو بالضبط، من غير ما تاكلي منه أي حاجة كده وأنتِ واقفة كده، ولا الأولاد كده ياكلوا أي حاجة، فبيطلّع الكيلو تمام. فده مشروع حلو جدًا لشغل الأونلاين، لو أنتِ بتشتغلي أونلاين وهتجيبي الجهاز ده هتشتغلي بيه، فهو شغله جميل جدًا. زي ما أنتم ما شايفين كده بنزوّقه زي البيتي فور وكده، بيبقى طعمه تحفة وخفيف كده، حاجة خفيفة تنفع بقى حفلات، تنفع يعني حاجات زي كده يعني، حفلات بقى، حاجات كده سريعة في البيت، أيًا كان عيد ميلاد، أي حاجة، ضيوف. بُصّوا تحفة جدًا والله، شكله شيك، وهو قطمة 2 بس علشان ما يتبقاش منه حاجة. تمام، هو ده كده كان شكله، وده كده كان الفيديو بتاعنا. ما تنسينيش بقى في اللايكات، ولو مش مشتركة اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا كده فتحت لكم بقى واحدة وشوفوها من جوه، بصوا عاملة ازاي. طرية جدا، وكمان هشة وناعمة، يعني فيها نعومة بصراحة فظيعة. ده كان الفيديو بتاعنا، لو عجبكم ما تنسوش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.